عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده بقى حبيت ان انا اوثقه معاكم. النهارده اخر يوم ليا كده في الحمل. فانا هولد بكره، النهارده الخميس. انا هولد يوم 12/7/2000 طبعا 24. فحبيت ان انا اوثق اللحظات دي معاكم. بتبقى ذكرى حلوة عندي هنا في القناة، لما باخد فترة مثلا وبرجع اشوف قد ايه انا كنت متوترة وقد ايه انا كنت خايفة، وعدى عليا حاجات كتيرة وبرجع افتكرها تاني، يعني مع ان انا بتفرج مع الفيديو بقول يا ايام بقى. المهم انا لسه صاحيه من شويه. هو انا ما نمتش، انا اصلا ايه، فاهمين انتوا الوقت اللي هو بيعدي عليكم انتي مش عارفه تنامي، مش عارفه تصحي، ومش عارفه تعملي حاجه، ودايما متوتره وكده وخايفه وقلقانه. انا بيحصل لي الشعور ده دلوقتي. فالمهم النهارده مامتي واختي جايين لي طبعا عشان انا بكره عندي ولاده. فانا برضو مش عارفه لحد دلوقتي هولد الساعه كام، فانا لسه هكلم الدكتور بالليل وهعرف منه الميعاد بالظبط. سوري. ف هقضي اليوم معاكم النهارده وهصوره كله عشان امشيكم كده بالشعور اللي انا يعني ايه، هشارككم بالشعور اللي انا فيه دلوقتي. تمام. امبارح عملت الستاند ده. تمام. عايزه اقول لكم حلو جدا، بيشيل حاجات كتيره قوي، فحلو قوي الستاند ده. تمام. ونظمت برضو الحاجات بتاعتي دي. هي دي مش التسريحه بتاعتي، تمام، هي دي مش التسريحه. دي اللي هي حاجة كده تانية. زي مش عارفة انتوا بتسموها ايه. بس هي مش تسريح، فبس انا حاطه عليها الاستندات بتاعتي اللي كانت على التسريحة، وفي طبعا في الدولاب بتاع الميك اب بتاعي. علشان ايه؟ العيال بقى وكده. وانا تعالى اوريكم بحضر لايه يعني، او بجهز ايه لليوم بتاعي. طبعا ما تنسوش ان انتوا تعملوا اشتراك في القناة، وتعملوا لايك للفيديو حلو كده، وكومنت حلو تدعولي. الفيديو ده ان شاء الله هنزله. اكيد اكون مثلا لسه والدة، فمش عارفة امتى بالظبط، بس اكيد هنزله بعد ما اكون خلاص ولدت. تمام. بصوا كده يا حلوين. دي الحاجات اللي انا هعلقها بتاعه الحديد. آه جبت اللي هو الجهاز ده بتاع الوريد، ماشي. وجبت الكالونة دي، انا جبتها الصفرة. جربت الزرقاء مش حلوة. دي اللي هي بتاعه الاطفال. تمام. احسن كالونة ممكن تجربيها وما تحسيش بتعبها هي دي. تمام، اللي هي الصفرة. فجبت دي، والدكتور كان طالب المحاليل تتركب في واحد ملح. فانا مش عارفه، انا اول مره اجيب ده. النوع التاني، الملح التاني ما كانش الشكل ده، فمش عارفه هم غيروا الكفر بتاعه ولا ايه. فالمهم ان ايه، هنشوف الدكتور لما يجي يعلقه. تمام. كمان دي الحقن اللي انا هاخدها. تمام. اهي. هو الدكتور طالب مني ان انا باخد 5 في المحلول الواحد. انا ركبته قبل كده، ودي كده تاني مرة ليا. تمام. اول واحدة بركبها في المحلول، وبعد كده باخد 50 سنتي. بعد كده المفروض ان انا بستنى تلت ساعة اشوف الحساسية في اي رياكشن للمادة دي ولا لا. لو الدنيا تمام وزي الفل بيضرب بقى الباقي كل الامبولات دي في المحلول ده. تمام. ده اللي هو الحديد بخصوص ايه، عشان يرفع الانيميا وكده. ودي مش عارفة بتاعت حقنة بتاعت تحت الجلد، المفروض ان هي تيست، بس مش عارفة هو اداله دي ليه. انا الممرضة لما ادتاني المرة اللي فاتت انا خدتها في المستشفى، الجرعة بتاعتي خدتها في المستشفى. بس عايزة اقول لكم اما جربت المستشفى لا، وحشة جدا. انا بالنسبة للدكتور اللي بيجيلي في البيت احسن. ولا المستشفى ما قدرتش استحمل، لاني باخد 5 ساعات، 5 ساعات ونص على حسب. فما قدرتش ان انا اقعد الفترة دي كلها في المستشفى. وفي 2 سرنجة كده. المستشفى نسيت اكمل لكم. المستشفى حطيتها لي في الكالون عادي، وقعدت تلت ساعة، وبعد كده مفيش حاجة، مثلا راحت ايه ضربالي الباقي. بس دي بقى مش عارفة ليه، يعني الدكتور الصيدلي اداهله ليه، انا مش عارفة. دي الروشتة بتاعة الدكتور اللي ادهاني. تمام. اهي.
دي الحقنة، وخمس أمبولات على واحد محلول ملح، وبتتاخد 50 سنتي على محلول بطيء. وبعد كده بستنى تلت ساعة بشوف فيه مثلا اي رياكشن او اي حاجة للحساسية، وبعد كده بكمل الجرعة عادي. تمام. بعد كده مكتوب هنا 5 ساعات، بمعنى ان المحلول يبقى بطيء جدا، مش عارفة 250 نقطة كل دقيقة كده، يعني فاهمين؟ فبس ادعولي بقى كده. وانا بكرة رايحة للدكتور بتاعي علشان ندفع جزء من الحجز بتاع المستشفى والعملية زي ما هو قال لي، وهيحدد لي بالظبط اليوم ايه. هو كان قايل لي من الشهر الثامن على اليوم، هو قال لي انت هتاخدي 20 يوم في التاسع. يعني هو خلاص ما بقاش فاضل كتير، يعني هي كلها تقريبا حاجات بسيطة. بس هستنى لحد بكرة لما اروح للدكتور هعرف منه ايه الاخبار، وبعد كده هبقى اعرفكم. تمام. دي كده يا بنات الجرعة اللي انا هاخدها دلوقتي، فانا مستنية الدكتور يجي يعلق لي المحلول ده. يا بنات، ودلوقتي عدى تقريبا مش عارفة حوالي ساعتين او ساعة حاجة كده، وانا معلقة المحلول ده. دي تاني واحدة ليا، يعني تاني جرعة. انا مش في نفس اليوم، انا اليوم الواحد باخد هو المحلول ده زي ما انتم شايفين كده. بصوا فاضل فيه قد ايه، فاضل فيه كتير وبينزل انا سرعته كمان عشان عايزة اخلص، لان بجد القعدة تعبتني قوي. الكريم الصفرا دي احسن شوية من الزرقاء. اديني قاعدة. تعالوا نبدأ بالفراخ البلدي بقى. انا في حد كان جالي امبارح وجاب لي فرختين برضو بلدي، والنهارده حد بعت لي 3 فرخات بلدي برضو. 3 فرخات ولا فراخ؟ واكتبوا لي في الكومنتات. تمام. دول 3 فراخ بلدي برضو. بس محتاجين ان انا انضفهم واغسلهم كويس، وهشوف اذا كنت هطبخ من دول ولا هطبخ من اللي جولي امبارح، فلسه مش عارفه. طبعا المفروض ان الوالده بقى بتاكل بقى في فراخ. انا اخري يعني فرخه واحده في الولاده كلها. انا مش عارفه ليه مش ماليش تقل على الفراخ الحاجات البلدي اكتر. فانا يعني هعمل ليا برضو وللي معايا، بس انا النهارده مش هطبخ بصراحه. كنت عايزه اجيب بقى سمك علشان النهارده الخميس، فالنهارده هيتاكل سمك واحنا صايمين. تمام. صيام الرسل بالمناسبه، يعني الناس ما تعرفش. وبكره هيكون صيام، فما ينفعش ان هو يتاكل فيه سمك، وهكون انا في الولاده، فمش عارفه برضو هعمل ايه. رحنا عشان نسأل على سمك وكده عشان اجيبه، ما لقيتش سمك بولتي، كان خلص بقى، اتأخرت عليه. فانا قلت خلاص احنا هنجيب النهارده سمك مشوي بقى، يكون جاهز بقى. هما بس يا دوبك اللي هيجيني ماما واختي هيجوا بقى يطبخوا بقى الفراخ دي. هم مش هيطبخوا الفراخ دي كلها، هي هيطبخوا لي تقريبا فرخه بلدي، وهيعملوا جايبه وراك هيطبخوها، عشان طبعا احنا اليوم كله هنكون في المستشفى، عشان ربما مثلا اللي هيجي يكون فاطر من الفاطرين ياكلوا يعني اللي هي الوراك. الصايم بقى نشوف بقى هنعمل ايه، لان الجمعة مش بناكل فيه سمك. تمام. فده هيتنضف. هقول لكم برضو جبت ايه تاني، وجبنا قتة كمان. القتة ساعات بحب اكلها كده بدل، يعني بحب اكلها كده، فاهمين، بدل الفاكهة وكده. اولا بتبقى طعمها حلو بالنسبة لي، وعايزه اقول لكم ان الخشنه دي اللي هي زي في حاجات بتشوك دي بيبقى طعمها حلو قوي مسكره. بس انا مش عارفه بصراحه الكيلو بكام، بس احنا جبنا يعني حوالي 4-5 كيلو. تمام. وجبنا باكيتة ملح، كرتونة بيض، وجبنا انا عندي علبة جبنة، بس قلت اجيب تاني برضو بالزيادة، علشان اللي هيقعد معايا هيقعد لحد ما اعمل اسبوع. فانا هولد
الجمعة، فانا مش عارفة اعمل الصباع امتى. تمام. فجبت علبة الجبنة الكبيرة اللي هي النص، وعندي واحدة ربع، لو احتاجنا هنجيب تاني يعني السوق جنبينا. ودوت المغاد، وده المغاد جبته من عند رجب العطار اللي هو تقريبا في وسط البلد اهو. جبت كيلو. ده بقى ما بنشربوش غير عند ناس الوالدين، فكل اللي بيجي طبعا عامل حسابه ان هو ما بيشربش مغاد غير ايه، بنستناها من لما واحده تيجي تولد كده. فانا جبت كيلو. ده كان عامل 360. وجبت المكسرات دي برضو، مش عارفه دول هيكفوا ولا لا، فانا ممكن ازود معاهم فول سوداني وزبيب. بحب المكسرات تبقى واضحه قوي في المغاد. تمام. مش عارفه انتوا تعرفوه ولا لا يا بنات، فانتوا هتكتبوا لي بقى في الكومنتات. عارفين برضو اللي هي المفتله اللي بتتعمل باللبن دي، برضو جالي منها، بس دي من الصعيد بقى. جالي منها حد كان من الصعيد فبعت لي منها بصراحه اهو. تمام. في ايه تاني؟ لسه جايلي تليفون دلوقتي وعرفت ان هما لقيوا سمك بلطي، فقلت لهم خلاص هاتولي سمك بلطي وكمان يتنضف، فاكيد مش هيبقى متنضف حلو قوي يعني. المهم ان انا طلبت برضو سمك بلطي بدل المشوي خلاص، مع رز بقى وسلطه وكده. امسك المانجا. جالنا قفص مانجا. تمام. ده كان امبارح بقى. جالي نوعين، جالي النوع ده بس مش عارفه مالها مش حلوه ليه، جايبينها من سوق العبور اهو. بصوا، دي عايزه تتعمل عصير، دي عايزه تتعمل عصير، فمش عارفه هي جايه عامله كده ليه. وجايبين مانجا اللي هي العويس دي بس حلوه، اللي هي الصفرة دي حطها في التلاجة. دي بقى محتاجه تتعمل عصير. هدبس فيها مين بقى؟ مفيش غير جوزي بصراحه، عشان هو اللي بيعمل احسن انواع العصير. بس كده بقى انا هروح افطر الاول، وبعد كده هرجع لكم تاني نشوف باقي اليوم ماشي ازاي. لا ده احنا يومنا كبير قوي. هنا بقى ماما واخواتي جولي، وهما بقى اللي جابولي الحاجات دي. وكمان جابولي فراخ معاهم. اللي جابت لي بامية، واللي جابت لي بصل، واللي جابت اناناس، واللي جابت قتة، واللي جابت طماطم. ده غير اللي انا وريته لكم في اول الفيديو. وطبعا جابوا فراخ وغير الهدايا اللي هما بصراحة قدموها، وغير برضو اللي بابا جابه هو وجاي. فهنا بقى كانوا بينضفوا السمك. ماما بتقول لكم تعالوا اتفضلوا. ودي اختي ميرو. تمام. السمك على فكرة ده كده الراجل منضفه لنا، بس هو كده بقى مش بيعرفوا ينضفوا بضمير. ده كده السمك اللي هما هيطبخوه هياكلوا منه. ودي الوراك برضو اللي هيطبخوها عشان بكرة. ودي الفراخ اللي جات لي، بس ماما هتنضفها كويس وتحطها لي في التلاجة في الفريزر يعني. وهطلع اللي جولي امبارح، لان بصراحة يعني مثلا الفرخة الواحدة مليانة عندي، دي كانت ناشفة شوية. دي تقريبا ديوك، التانية مش عارفة ايه بناني. المهم يعني انا كده باكل واحدة بس في الولادة كلها، وبعد كده باكل اكل عادي. ده كان فيديو النهارده يا بنات، وده اخر فيديو انا كنت بشارككم بيه في تصوير قبل الولادة. انا الفويس ده حاليا انا دلوقتي بعد الولادة، في حاجات كتير قوي حابة اتكلم معاكم فيها، واحكي لكم عن تجربتي وايه اللي حصل وايه اللي انا كنت مخططه له وكل ده. وفي حاجات حصلت وفي حاجات ما حصلتش، فان شاء الله الايام الجايه احكي لكم عن كل حاجه، وهنمشي واحده واحده. وطبعا لو انتي مامي لاول مره القناه دي هتفيدك جدا. الفتره الجايه احنا ما عندناش حاجه نتكلم فيها غير حياتي الجديده، وان انا هتعامل ازاي وانا مريت بايه وتجربتي ايه وكده. تمام. طبعا سامعين صوت بنوتي. بس كده، ده كان فيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا اشتراك او سبسكرايب، تفعلوا اشعار الجرس، لايك للفيديو، كومنت حلو، تابعوني على الانستجرام والتيك توك. بس كده، اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.